يا ترى مستعد للبداية؟ عايزك تجهز معايا، ولو مش فاكر الحكاية بسرعة لاحق على نفسك واتفرج على اللي فات علشان مقطع النهاردة مليان مفاجآت. لو مش مصدق اسأل باتمان، هتلاقيه قاعد يحط لايكات على مقاطع يامان. هتقول لي مش المفروض انه بيحمي المدينة؟ هقول لك فوق يا اسطى، ده بالليل، اما دلوقتي نهار، وهتلاقيه واخد دورية في القناة بتاعتي علشان مش ملاحق عليها من كتر الفيديوهات اللي بنزلها. وطبعا انت مصدق يا صديقي، وجبت لكم خبر اكتر من جامد يا ابو الصحاب. بس بالاول خلينا احباب. عارفك هتقول لي ازاي؟ هقول لك اخر المقطع هتعرف. المهم دلوقتي نبطل كلام ونبدأ الحكاية يا فنان. بعد ما محاسن قالت لصفية ان سومان مش اخوها وان ام سومان اصلا عقيم، وصفية اتصدمت بتقول لها انت بتتكلمي جد؟ عمتي ما عندهاش عيال؟ يعني سومان اخويا بالتبني؟ محاسن بتقول لها مش عارفه بصراحه، بس ما فيش سجل تبني عند اخوكي. صفية بتقول لها يعني من الاخر انا وسومان ما فيش علاقه دم بتربطنا؟ بتكلم نفسها وبتقول الموضوع غريب بجد. لما سمعت انه اخويا كنت مصدقه، كان دايما لطيف معايا وبيعاملني كويس لدرجه ان كنت خايفه حد يقول لي ان ده مش حقيقي. بالنهايه انا حبيت سومان وما كانش عندي الشجاعه علشان اقول له. بتقول لي محاسن شكرا علشان قلت ليا. محاسن بتقول لها انا عارفه انك بتحبي سومان يا صفيه، بس فكري بالموضوع، ممكن سومان يكون عارف من الاول ان مفيش علاقه دم تربطكم. بتقول لها انت قصدك؟ محاسن بتقول لها ايوه، هو دايما حواليه بنات كتير وانت ما تختلفيش عنهم. صفيه بتقول لها تمام، خلينا ما نتكلمش عن الموضوع ده دلوقتي، انا تعبت وعايزه ارتاح. بالفعل بيكونوا راجعين البيت، والاخت صفيه بتكلم نفسها وبتقول يعني بالاخر سومان معجب بيا انا كمان، بس هو معاه بنات كتير حواليه وعندهم خلفيات ومميزات، وانا ما عنديش حاجه مميزه، انا بنت عاديه من الصعيد. ومحاسن بتكلم نفسها وبتقول هو بجد حيوان، البنت حالتها صعبه ومع كده بيتلعب بيها. فعلا سومان وحش حقير سافل، ونقاط الاعجاب بتنقص كمان. وسومان بيستغرب. بيوصلوا البيت وسومان بيقول والله ما عملت حاجه، مع كده نقاط الاعجاب بتنقص. جهاد بتقول له انت بتبص على ايه؟ بيقول لها مفيش، بسرعه ولعي النار. بتقول له هو انت متعرفش تجيب كرسي يريح شويه؟ انتوا بتوجعني من قعدة الكرسي الحجر ده. وعلى ايه يا فنانة؟ انت اطلبي وانا اجيب لك اجدعها كرسي فايبر قطن باعلى خامة وجودة. بعدين هو ده مكان تقعد فيه واحدة بجمالك؟ سومان بيقول لها استحملي شوية، انتوا ما تعرفوش اصول الطبخ. الرز لما يتعامل على الفحم بياخد نكهة وطعم. شوية وهيقلب الشيف براك ولا الشيف الشربيني، وانا شوية وهعمل اعلان لسمنة الهانم. في ايه يا عم؟ نكهة ايه وطعم ايه؟ هو انت هتشوي خروف؟ اول مرة اسمع عن الرز بيتعامل على حطب. المهم سومان بيقول صفية مالك في ايه؟ انجزي اغسلي ايدك، اخوك هياكلك حاجه جامده النهارده. بتقول له انت بتعرف تطبخ؟ بيقول لها عيب عليك، اخوك جامد برضه. بالفعل بيبدا سومان يظهر مهاراته بالطبخ، تحسه كان بيتفرج على فرحه نجمه الطبخ. شويه وهيغني اقطع على الايقاع على الانغام الابداع. خش هتجيبك يا فنان. حط الرز على الطنجره، واللي ما يعملش رايك راسه مدوره. البنات بيكونوا باصين ومبهورين ومنبهرين. سومان بيحط اللمسه الاخيره وبتخليهم في حيره. بيندم على صفيه وبيقول لها تعالي دقي كده وقولي لي رايك. بالفعل بتروح وبتاخد معلقه، والمعلقه بتاخدها مكان تاني، عامله زي لما باكل حاجه بحبها. هتقول لي وانت بتحب ايه؟ هقول لك الكلام ده خليه اخر الفيديو. البنات كمان بياخدوا معلقه، والمعلقه بتاخدهم الطبق، بيفضلوا ياكلوا ويقولوا يخرب بيت جمدانك انت اجمد من براك. شويه وهياخدوك سي بي سي سفره، ونقاط الاعجاب بتبدا تزيد وتزيد. والنظام بيديه مهاره الطبخ الجامد، بس عشان هو بالفعل كان معاه مهاره طبخ فبيخلي المهاره محترفه. وسومان بيقول ما كانش قصدي اطبخ علشان نقاط الاعجاب تزيد، انا كنت عايز افرح صفيه. سومان بيروح عند محاسن وبيقول لها بطلي اكل وتعالي هنا، عايزه اتكلم معاكي. بتقول له دلوقتي؟ بيقول لها لا والله، المفروض اخد ميعاد معاكي يعني ولا ايه؟ ما تنجزي يا وليه. بتقول له معلش يا زعيم ما كانش قصدي والله. سومان بياخدها فوق السطح وما تفهمش غلط يا سطوحي، اصل الجو بالبيت كاتم والجو مش ناقص يعني. المهم بيقول لها الفنانه محاسن كنت جامده من شويه، قولي لي عملتي ايه في الفلوس اللي قلت لك تضيعيها. بتقول له اتفضل يا معلم دي فاتوره الشهر. وازاي ضيعت المليار دولار؟ قدرت اشتري 2000 فدان من العقارات و10000 فدان من الاراضي، ولسه بجيب موظفين كمان. دلوقتي بالشركه موظفين كتير شغالين و700 مقاول في فريق البناء. طبعا لسه في نفقات وحسابات لسه ما خلصتهاش، هعملهم قريب. بتكلم نفسها وبتقول اتصدمت مش كده؟ لسه على الهادي شويه، انا ما كنتش متوقعه اني اضيع المليار بالسرعه دي. اشتريت لك اراضي وعقارات كتير علشان هتكون خساره، هستنى واشوف هتعمل ايه بده كله. سومان بيتصدم. بيكلم نفسه بيقول انا مش فاهم حاجه خالص، بس الموضوع اني هخسر فلوس، وده مش مهم لان كل ما تخسر فلوس كل ما نكسب من وراها. بيقول لها عاش عليك يا محاسن يا جامده، باين عليك تعبت كتير الفتره اللي عدت. ومحاسن بتنصدم وبتقول هو مش متضايق ليه؟ سومان بيمد ايده وبيقرب منها، ومحاسن على نيتها وبتكلم نفسها وبتقول معقوله يكون هيشربني عصير بالعافيه؟ طب هو ده وقته؟ لكن سومان بياخد حبه رز من على وشها
وشها وبياكلها. بيقول لها بيخلي بالك لما تاكلي علشان ما توسخيش نفسك، لو بهدلتي نفسك وانت بتاكلي ورحت تكملي شغل الناس هتفتكر انك ما بتفهميش حاجه. ونعم النصايح اخويا سومان، اثبتت ليا اني مش سلكان. بعدين هو ده كلام تقوله؟ الاستاذه كانت عشمانه تشرب عصير فريش بالجو الحر ده. المهم محاسن بتتكسف بتقول له حاضر يا كبير هخلي بالي المره الجايه. بتكلم نفسها وبتقول يخرب بيتك وقعت قلبي. سومان بيقول لها عندك امكانيات جامده وما خيبتش ظني، قدرت تصرفي مليار دولار بالسرعه دي، انت فعلا شخص موهوب. بيبعت ليها 5 مليار ومحاسن بتتصدم. بتكلم نفسها وبتقول الراجل ده مش خايف من الارقام ولا الارقام انا فاهمها غلط؟ هو مش خايف يخسر؟ سومان بيقول لها ايوه دي 5 مليار وهي مهمتك الجايه للاسبوع ده، لو قدرت تصرفيها في اسبوع وقتها هفكر اضمك معانا في الجروب السري بتاعنا، وهناك هتتعلمي الكثير من اسرار امبراطوريه المعلم صياد الحريم الماليه. محاسن بتقول له تحت امرك يا معلم، استنى وانا هبهرك. وسومان بيكون مبسوط وبيقول فيه ايه لو كنت جاسوسه انا هستخدمك وانت مش واخده بالك. بوقت تاني الاخت محاسن بتكتب رساله للاخ مسعود وبتقول له انا قدرت اخترق عائله المعلم صياد الحريم وشويه وهعرف كل اسراره، وخلال اسبوع هدخل امبراطوريه الماليه وامسك اسراره. بتخلص كتابه وبتدوس ارسال. بتقول كل حاجه ماشيه حسب الخطه، بالفلوس اللي ادهاني سومان جبت اراضي كتير وهجيب اكتر، لدرجه انه لما يجي يستثمر في الاراضي ويفتح مشاريع مش هيلاقي فلوس يعمل كده. علشان بتقلل من قدرات الانثى هخليك تدفع ثمن اللي بتعمله، هضمن لك مش هتقدر تقف مره تاني. اما سومان بيكون قاعد بيلعب وبيقول حاسس بحاجه بتقرصني في ودني، مش مشكله شكلي في بنت بتفكر فيا. ياه نفس الشعور اللي بحس بيه. ايه ده، في حاجه بتقرصني في ودني، شكلي في حد بيفكر. المهم اما جهاد وناديه وصفيه بيروحوا يعملوا شوبينج، وطبعا سومان ما راحش معاهم. سومان بيكلم نفسه بيقول البيت هادي زي زمان، لو كنت اعتمدت على ابويا وامي ما كنتش عارف اغير حياتي، لو كان ابويا وامي معايا كان زماني باكل وبشرب براحتي من غير ما اعول هم حاجه. اما بره البيت بتكون في واحده جايه بتقول انا فين، هو انا ضيعت البيت ولا ايه اللي حصل، وايه كل العربيات الفاخره دي، معقوله ان ابن باع البيت لواحد تاني ولا ايه؟ بتفضل تنادم وتقول حد بالبيت اللي هنا يطلع ولا ادخل انا. سومان بيقول ايه الصوت ده مش غريب عليا. بيقول ماما انت رجعتي؟ اوبا شكلها هتولع من هنا. ما تخافش مش هقفل الفيديو هنا، انا بس زيك مصدوم، بس صدق جامده. ما تفهمش غلط يا عم، قصدي على القصه مش خالتي جواهر. وبما اننا خرجنا عن سياق الحوار خليني اشكر اخواتي اللي دعموني بالمقطع السابق. صح الشكر جاي متاخر بس معلش ظروف، وانت عارف يا صديقي. هتقولي ظروف ايه وانا عارف منين؟ هقول لك لا ده حوار كبير يا صديقي، وعايزين نرجع للحكايه نشوف هيحصل ايه. بس طبعا ما تنساش اللايك الثمين علشان ده كان تسخين، والقادم كله بروتين. ويلا ما نكترش بالكلام يا شقيق. المهم خالتي جواهر بتقول سومان انت رجعت ريحتني، ايه اللي حصل للبيت؟ لكن سومان بياخدها بالحضن بيقول لها وحشتني يا ماما. خالتي جواهر بتقول له وحشتني اكتر يا ضنايا، كلت ولا لسه؟ تعال اطبخ لك حاجه. بالفعل بتاخده توكله. وسومان بيقول لها امي انا عرفت كل حاجه وحشه عملها ابويا وما تخافيش انا واقف معاكي وبدعمك. خالتي ام سومان بتقول له كويس يا ابني انك عارف ابوك عمل ايه وازاي كان بيلعب بيديله يمين وشمين، اوعى تفكر بيوم تعمل زي ابوك. بيقول لها لا طبعا يا ماما، انت نسيت اني من وانا صغير محترم وماليش بالكلام ده انا لما بتكلم مع بنات وشي بيبقى طماطم وما بعرفش اتكلم. امال انت هتقول لي ما انا عارف يا اخويا، بأمارة ناديه وجهاد وسميحه اللي بيدخلوا بيقولوا السلام عليكم كلهم بيستغربوا وبيبقى خط ونقطه على السطح. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك والله ما عارف يا صديقي، قلتها من غير قصد. المهم طنط ام سومان بتقول مين دول يا ابني؟ وبتكلم نفسها وبتقول انا غبت عن البيت كام يوم وهو جابني سوان يا جمدانك يا ابن بركه. سومان بيقول لها خليني اعرفك بيهم يا امي، دي صاحبتي جهاد. كلهم بيتصدموا ان ام سومان جت على تغفيله ما حدش يتوقعها. بيروحوا يعرفوا نفسهم لطنط ام سومان. وخالتي جواهر ام سومان بتقول ابن الصياد جاي بربع على البيت وكلهم احلى من بعض، لا عرفت تنقي يا ابن بركه. بتقول لهم تعالوا اتفضلوا يا بنات اشربوا حاجه لحد ما اروحوا اجهز الاكل. بس ناديه بتقول لها تعالي هنا يا خالتي انا هجهز الاكل. وجهاد بتقول لها ما تخافيش يا طنط احنا هنعمل كل حاجه. وسومان بيكون مستغرب ان ناديه بتعرف تطبخ لانها ما قالتش ولا عملت حاجه من ساعه ما جت. جهاد بتروح علشان تمسح الارض وطنط ام سومان بتقول لها استني يا بنتي بتعملي ايه؟ سيبي من ايدك. جهاد بتقول لها ما تعوليش هم يا طنط احنا كنا بنشتغل وانت مش موجوده. وسومان بيكلم نفسه بيقول بنت ازاي بتشتغل كده؟ دي كانت اكسل واحده فيهم وانا اللي كنت بشتغل شغل البيت. ما خلاص يا فنان، ما لازم البنت تبان انها شاطره قدام الناس وما يتقالش عليها خيبه، زي مثلا لما تروح
بتروح علشان تتجوز فتقول لك انها بتعرف تطبخ وانها الشيف الشربيني، بس بتطلع طالبه الاكل دليفري. المهم خالتي جواهر بتقول ايه اصحابك دول يا ابني كلهم حلوين وكلامهم عسل، ونقاط الاعجاب بتزيد وبتزيد. سومان بيقول اوبا شكل امي هتفتكرني زي بركه واني بلعب بيهم. لكن خالتي جواهر بتقول له عاش عليك يا ابني، انا كنت خايفه انك ما تلاقيش عروسه وزوجه صالحه بالمستقبل، بس شكلي خفت على الفاضي، اخيرا كبرت يا ولدي، امك فرحانه بيك. وسومان بيتصدم وانا بتصدم، فكرتها تضربها بالبنص وتقول له قلبت بيتي بت يا ابن. المهم خالتي ميرفت بتروح لطنط جواهر ام سومان وبتقول ايه ده جواهر انت جيتي؟ طنط جواهر بتقول لها اهو اديني لسه واصله دلوقتي، ايه اللي موقفك عند الباب؟ تعالي ادخلي. خالتي ميرفت بتقول لها ده مش وقته، تعالي هنا بسرعه عندي حاجه مهمه اقول لك عليها. طنط جواهر بتقول لها خير مالك في ايه وقعتي قلبي؟ خالتي ميرفت بتقول لها انت شفت اللي حصل بالقريه وازاي اتغيرت؟ طنط جواهر بتقول لها ايوه شفت، ازاي مش هاخد بالي، انا سمعت ان واحد من اهم رجال الاعمال جه القريه. خالتي ميرفت بتقول لها وسمعت عن شركه ادفع وانا ادلعك، هتهزر مرجحك ولا لسه؟ دول بيشتروا حاليا الاراضي بتاعت القريه وبيدفعوا مبالغ كبيره. طنط ام سمان بتقول لها انت بتحاولي تقنعيني ابيع البيت ولا ايه؟ لا انا مش هبيع حاجه حاليا. خالتي ميرفت بتقول لها والله ماليش دعوه تبيعي او ما تبيعيش، دي حاجه ترجع ليكي، بس افتكري عندك ذكر بط هتعوزي تجوزيه، والعروسه دلوقتي مش هتقبل غير واحد عنده عربيه وشقه ويعمل الفرح في قاعه على 60 فدان. ايه ده؟ وانتم كمان عندكم العروسه بتطلب الحاجات دي؟ شكلنا مش هنتجوز على كده. المهم طنط ام سمان بتفكر وبتقول كلامها صح، وسمان جاب 4 نسوان البيت، شكله بيخطط يتجوز واحده منهم. وخالتي ميرفت بتكمل وبتقول لها انا عيلتي باعت الارض بمبلغ كويس وادونا بيت، وانت عندك ارض اكبر مننا اكيد هتتباع بمليون او 2. طنط جواهر بتقول لها انت كلامك منطقي بجد، بس لازم افكر الاول واكلم سومان على الموضوع. بنفس الوقت عند سومان جهاد بتقول هي طنط راحت فين؟ بيقول لها شكلها بتتكلم مع الجيران، بس ايه الاجتهاد ده يا جهاد؟ انت من فتره قاعده بالبيت ومش بتعملي حاجه. المهم تعالي عايزك بموضوع. جهاد بتقول له موضوع مهم؟ عايز مني ايه؟ بيقول لها تعالي على السطح وانت هتعرفي. جهاد بتكلم نفسها وبتقول بقالي فتره قاعده هنا ونسيت اني جايه علشان الشغل. سومان بيقول لها امسكي كده. بتقول له ايه ده؟ كارت اسود من البنك؟ دي كروت قليله جدا بالعالم واخويا مش معاه واحد منهم. سومان بيقول لها هنا في مليارات الدولارات في الكارت وكلمه السر هي عيد ميلادي، اتمنى ما تخيبيش ظني. جهاد بتقول له انت ليه بتديني الفلوس بالطريقه دي؟ انت مش خايف اني؟ لكن سومان بيقاطع كلامها وبيقول لها انا واثق فيكي. جهاد بتتصدم وتقريبا بتفهم كلمه ثقه على انه معجب بيها. سومان بيقول لها انا بفكر اديكي اداره مشروع السيطره على الاراضي في مدينه السينما الجديده. جهاد بتقول له بس انت ليه واثق مني وان اقدر اعمل كده؟ سومان بيقول لها حاليا انت الشخص الوحيد اللي بثق فيه. بتقول له طب الاخت محاسن؟ بيقول لها حاليا كل تحركاتي انا تحت المراقبه، ومحاسن دي جاسوسه بعتوها رجال الاعمال التانيين. وجهاد بتنصدم. بتقول له انت بتتكلم جد؟ بيقول لها ايوه، انت عارفه الاحداث اللي حصلت من فتره بسبب المدينه السينمائيه الجديده وازاي بتعرض للنقد. عيلتك عايزه تتعاون معايا بس رجال الاعمال التانيين عايزين يطلعوني بره، والاخت محاسن جاسوسه ليهم، علشان كده انت الوحيده اللي ممكن اوثق فيها. جهاد بتكلم نفسها وبتقول هو اداني مبلغ كبير جدا من المليارات، ازاي ممكن يثق بحد كده؟ وكمان مشروع مدينه السينما مهم جدا، وسومان مش بيعاملني كشخص غريب. وسومان بيكلم نفسه وبيقول بالفتره الاخيره نقاط الاعجاب وصلت 92 نقطه، يا ترى الحركه دي هتقفل نقاط الاعجاب ولا ايه الكلام؟ بتكلم نفسها وبتقول ثقه سومان بيا ودعم الشروط بتاعتي اكيد بيلمح انه الحب، ونقاط الاعجاب بالفعل بتزيد وبتوصل 95 نقطه. وطبعا كلنا عارفين ايه اللي بيحصل بعد كده. سومان اداها 50 مليار دولار فبياخد نسبه منها 10%، يعني بتاع 5 مليار دولار على الحساب الشخصي بتاعه. يخرب بيت دماغك يا اسطى، ولا اقول لك انت خربت بيت ابو النظام. والله صراحه انا زيكم محتار وعايز اعرف هو النظام ما خلصش فلوس ولا ايه الكلام؟ مش المفروض انه كان مديه 90 مليون؟ ازاي بقى دخلنا على المليارات والتريليونات والارقام اللي انا مش عارفه اقراها دي؟ اديني وراك يا مخرج. المهم سومان بيقرب منها وبيقول لها خلي بالك الكلام اللي قلناه دلوقتي سر بينا. بتقول له قصدك انه سر بينا احنا الاثنين؟ بتقول له انا بكره هرجع العاصمه اوعى تنساني. بيقول لها طبعا هتوحشيني. بتمشي وسومان بيكلم نفسه بيقول جهاد بنت كويسه وطيبه، بس لو اخوها ياسر عرضني بالمستقبل وحاول يعمل حاجه وقتها هيكون لينا كلام تاني خالص. بينزل وخالتي جواهر بتقول له خد يا ابني تعالى هنا عايز اقول لك حاجه. سومان بيستغرب وبالفعل بيروح معاها. بتقول له عمتك ميرفت كلمتني وانا قررت ابيع البيت يا ابني. بيقول لها هتبيع البيت ليه؟ دي مش فكره سهله انك تبيع
تبيع البيت المفروض، لكن بيفكر بيقول امي ليه بتفكر تبيع البيت؟ معقوله تكون عايزه فلوس؟ خالتي جواهر بتقول له انت ما بقتش عيل صغير يا ابني، انت لازم تفكر دلوقتي بالزواج. شركه ادفع وانا ادلعك هتهزر همرجحك بتدفع فلوس كتير وبتشتري الاراضي وبيعملوا عروض كويسه، هيكون معاك فلوس تجيب شقه وعربيه في العاصمه. وسومان بيكلم نفسه بيقول شركه ادفع وانا ادلعك هتهزر وانا همرجحك دي شركه محاسن، دي يقنعوا الناس يبيعوا بيوتهم واراضيهم، ودلوقتي جايين يقنعوا امي. خالتي جواهر بتقول له الصفحه اللي كانت بيني وبين ابوك اتحرقت وهنقسم الفلوس وكل حاجه بينا، بعدها هنتطلق رسمي، انا كلمت ابوك في الفون واتفقنا على كل حاجه. اهدي بس يا خالتي جواهر، مش كده الشرع محلل 4، في ايه يعني لما يتجوز واحده تانية؟ ما عندك ابنك جاب لك 4 نسوان البيت والباقي شايلهم على كراسي الاحتياط، في حاله الاصابه يحصل تبديل، ما كل حاجه بتيجي بالعقل برضه. المهم سومان بيكلم نفسه بيقول امي مش عارفه قد ايه انا بقيت غني ومعايا فلوس، علشان كده عايزه تبيع البيت، بعدين ان نشتري القريه كلها، فدي هتكون فرصه للتطوير. مش مشكله، انا كنت بفكر اخد امي معايا العاصمه واشتري ليها فيلا واسعه وجامده، هخلي بالي منها كويس. بعد فتره سومان بيكون قاعد بيراجع محاسن عملت ايه وسوت ايه، بيقول لها ده احدث حاجه عملتيها؟ بتقول له ايوه يا كبير، اشترينا عقارات كتير بالقريه، مش بس كده يا زعيم، كمان خدنا الاراضي بتاعه المناطق اللي جنب القريه، بس حاليا عندنا مشكله، عندنا نقص بالفلوس بسبب مشاكل بالاتصالات، فعمليه شراء الاراضي بقت صعبه علشان خسرنا فلوس كتير، وحاليا محتاجين مبلغ كبير من الفلوس. بتعتذر منه بتقول له ده كله غلطي انا اسفه. بتكلم نفسها وبتقول دلوقتي هو مش هيقدر يوفر فلوس علشان يمول الشركه، ولما التمويل يتقطع هنستخدم البند بالعقد ونخليه يدفع 10 اضعاف المبلغ، وريني بقى هتعمل ايه. سومان بيقول لها وايه المبلغ المطلوب علشان نعوض النقص ده؟ بتقول له 10 مليار. سومان بيفرح وبيقول لها 10 مليار؟ انت بتتكلمي جد؟ ومحاسن بتتصدم. سومان بيقرب منها وبيقول لها عارفه يا محاسن انا قلبي ليكي كان حاسس، انت ما خيبتش املي ابدا، في اسبوع ضيعت مليار ودلوقتي مديونه ب 10 مليار، انت فعلا ممتازه. محاسن بتقول له يا زعيم انت بتهزر، ده مش وقت هزار. بيقول لها ههزر ازاي بس، انت قدرت تضيعي 15 مليار في اسبوع، انت بجد جامده. في ناس كتير بتحاول تكسب فلوس، بس الموظف اللي بيخسر فلوس هو فعلا الشاطر، لان الخساره مش النهايه، لا دي بتجيب بعديها الربح، وانت ما فيش حد بجمدانك يا محاسن. ومحاسن بتكون مظلومه برضه. سومان بيكلم نفسه بيقول انت فاكره انك بتفوزي عليا، بس كل ما خسرتي اكتر كل ما انا فزت اكتر. محاسن بتشغل كورس التمثيل وبتقول انت بتتكلم جد؟ يعني انا موهوبه في مجال الاعمال، ازاي ما خدتش بالي من نفسي؟ بتجيلها رساله تحويل على الموبايل اللي بيكون محطوط في وانت وخيالك يا صديقي. المهم محاسن بتكلم نفسها وبتقول بعت لي 20 مليار، هو ايه اللي بيحصل مع عقل الراجل ده؟ هو واثق بيا للدرجه دي؟ حتى لو كان المعلم مسعود فمش هيوثق بيا كده. بتقول له يا زعيم انت واثق بيا جدا، انت مش خايف؟ سومان بيقول لها لا مش خايف، انا مش بوثق بحد غريب، انت محاسن. ونقاط الاعجاب بتزيد وبتزيد، وبدل ما بتكون سالب 90 نقطه بتبقى سالب 10. سومان بيكلم نفسه وبيقول كويس 20 مليار ما راحتش على الفاضي. بيقول لها جهز لي عربيه هرجع العاصمه بكره. محاسن بتكلم نفسها وبتقول هيرجع العاصمه فجاه كده، هو مخطط يعمل ايه؟ اما خالتي جواهر بتقول له انت هترجع العاصمه ليه؟ الاجازه لسه ما خلصتش. بيقول لها عندي صديق شركته هتتفتح فطلب مني اكون موجود. بتكون يوكي اللي اتصل بيه وقالت ان افتتاح الشركه قريب وعايزاه يجي يحضر. خالتي جواهر بتقول له ايه ده بتشتغل ولا ايه؟ بتفتكر ايام زمان لما كان برضه بيشتغل علشان يخفف المصاريف على العيله وقت الظروف الصعبه. بتعيط وسومان بيقول لها خير يا ماما في ايه يعني بتعيطي؟ بتقول له مفيش يا ابني بس زعلانه علشان هتمشي. بتديه فيزا وبتقول له خد يا ابني الفلوس دي، هي مش كتيره بس خليها معاك واصرفها وقت الضروره، كلمه السر هي عيد ميلادك. بيقول لها انت بتعملي ايه يا امي؟ وليه بتديني الفلوس فجاه كده؟ بتقول له يا ضنيه انت قاعد سنجل ليه لحد دلوقتي؟ البنت ناديه جميله وحلوه وشكلها فعلا معجبه بيك، خد الفلوس دي معاك وبأصرف لما ترتبط. بيقول لها يا امي الوضع اتغير، انا بقيت ملياردير. بتقول له ما كفايه هزار يا ابني، هو ده وقته؟ بعدين انت مش شايف نفسك هو ده شكل ملياردير؟ بتقول له ما تعولش هم يا ابني، ال 50,000 دي خدها وابدا حياتك بيها. ثم بيقول لها كنت شايلهم فين دول يا ماما؟ بتقول له اشيله يا ابني، عمتك مرفت دخلتني معاهم في التيم بتاع شركه ادفع وانا ادلعك هتهزر همرجحك، وقفلت صفقات كتير. المهم هروح انا اكمل شغل وانت شوف هتعمل ايه، بس ما تنساش تجيب مراتك معاك لما ترجع المره الجايه. سومان بيكلم نفسه وبيقول امي لو عرفت ان ابنها مدير مكتب شركه ادفع وانا ادلعك هتهزر همرجحك ممكن يغمى عليها. صفيه بتندم عليه وبتقول له انت هترجع العاصمه؟ بيقول لها ايوه في حاجه ولا ايه؟ بتقول له ممكن تاخدني معاك. سومان بيكلم نفسه وبيقول انا نسيت ان ام صفيه هربت مع ابويا، ولو سبتها هنا مع امي فالاجواء مش هتكون كويسه. بالفعل بيجي الوقت وسومان بيكون راكب عربيه BMW وبيقول السكرتيره محاسن انت مش واخده شغلك جد ولا ايه؟ قلت لك جهزي عربيه، رحت جبت اي عربيه وخلاص. انت شايفه ان عربيه BMW 4 سيريس والله انا مش عارفه انطق الاسم.
المهم بيقول لها انت شايفاها عربيه تمشي مع الوضع بتاعي؟ انت لازم تاخدي بالك المره الجايه. الله يرحم ايام زمان، ايام الحمار الاتش ار وحمام البخار. وعلى وضعك يا عم، من حقك صراحه، ما المخرج مدلعك كل يومين حرمه جديده والنفس عزيزه. المهم محاسن بتقول له معلش يا زعيم غلطه مني. صفيه بتقول له كفايه بقى عمال تدوش بالبيت، وبعدين ما العربيه كويسه، انت بتحب تعلق على كل حاجه، هتجيب لك منين عربيه فخمه وانت استعجلتها؟ ويلا يلا بتاكله البرتقانه وقلب الدنيا فيه خربانه بقى كده بامانه، قدامي تاكليه برتقانه يا رمانه. ونقاط الاعجاب بتزيد، والاخت محاسن بتكون متضايقه وبتقول بيعامل اخته زي الخدامه بتاكله برتقانه. شفت يا محاسن بقى كده يرضيكي؟ فعلا مش بيرضيها، ونقاط الاعجاب بتاعت محاسن بتنقص 5 درجات. وسومان بيتصدم، سومان بيكلم نفسه وبيقول ايه اللي بيحصل؟ اختي وبتاكلني برتقانه؟ ملك محموقه يا رمانه، ممكن ال 20 مليار اللي جابت ليا نقاط اعجاب تضيع ببساطه. السما بتمطر، وصفيه بتقول بص يا اخويا الجو اتغير فجاه. بيقول لها طبيعي الجو يتغير. بيقول لمحاسن هدي السرعه وخلي بالك من الطريق، وما تقربيش من العربيات اللي قدامك كتير. لكن للاسف العربيه مش بتكون معاها فرامل، فبتخبط العربيه الكبيره تقلبها، وسومان والبنات بيتصدموا وعربيتهم بتتخبط فيهم وبتتقلب هي التانية على وشها. ايه ما تقوليش ان دي نهايه الحكايه، لا والله. سومان بيكسر الباب بتاع العربيه، بيطلع بصفيه اللي بتقول له اخويا انت كويس؟ بيقول لها ما تخافيش انا كويس. طب والاخت محاسن طمنونا عليها، هتسيبوها كده؟ عارفك متحمس والحماس عندك كسر الشاشة، بس عايزك تصبر معايا، انت كده هتخليني احس بالذنب وهتخليني اقوم على السريع اعمل الفيديو الجديد. بس لو عايزني اهديك شوية فدي صورة من المقطع القادم. اوبا، شكلي زودت الحماس عندك شوية بدل ما هديها. وعايز تعرف ايه اللي هيحصل مع سومان علشان يبقى بالشكل ده؟ تعال نعملها تحدي على السريع. ياه نرجع للجو بتاع زمان والتحديات بتاعتنا دي، يا انا افوز يا انتم تفوزوا. لو انتم فزتم بالتحدي هنزل الفيديو الجديد خلال 3 ايام بالكتير، ولو خسرتوا بالتحدي الله اعلم هنزل فيديو تاني امتى، وانت عارفني يا صديقي. المهم التحدي انكم توصلوا المقطع 15000 لايك، وزي ما قلت لكم خلال يومين الى 3 ايام هنزل الفيديو الجديد. خلي عزمك من حديد وانزل باللايك التقيل، واجهز معايا يا زميل. خلاص رجعنا للتنزيل، ولو مش مصدق اسال جميل، والله ما حد جميل غيرك انت يا صديقي. تعال بقى اعمل متابعة على الانستا علشان هناك هيكون شغل جامد، واسأل حامد. ولو عايز تسمع صوت كتير فدي قناتي التانية، هنزل هنا فيديو وهناك فيديو، وهناك هيبقى كل يوم فيديو، بس انت خليك متابع. المهم هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل جديد، ولا تنسى تتابعنا على باقي منصات التواصل الاجتماعي، وسلام عليكم. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through